يا مساء العسل عليكم يا بنات، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا داخله لكم كده على النشاط كده والحيويه. اول حاجه انا خليت اول تسنيم شل الستاير علشان بقى نغسلها بقى، خلاص دقت ساعه العمل، ما عادش وقت. فخليته بقى كده شل ستاير الشقة كلها، وانا بدأت اشيل منها اللي هي العليقات بتاعتها ديت، علشان بقى احطهم كلهم يتغسلوا في الغسالة. انا حطيت اللي هما الشفافين دول لوحدهم، اتغسلوا لوحدهم لانهم خفاف، انما التانيين التقال كل ستارتين حطيتهم في دور. وبعدين بقى كده دخلت على اوضه الاطفال، كنت انا عامله معاكم شايله كفرات المراتب وغسلاها. كنت عايزه بقى اعمل تحت السراير، امسح تحت السراير علشان احط الكفرات وكده. هنا بقى شلت المرتبه، وعايزه اقول لكم ان انا قعدت اشيل في المرتبه حرفيا والله يجي ربع ساعه، عماله اجرجر فيها على الارض لحد ما شلتها الحمد لله، لان أنا كنت عايزه انقلها في مكان ما يجيش عليها الميه خالص، فحطيتها على السرير التاني. جيت كده في الاخر بقى وقعت مني على الارض وكانت هتتبل، ابو تسنيم بقى جه شالها معايا كده. المهم يعني، هنا بقى انا ما كنتش، انا ما بحبش احط حاجات كتير قوي تحت السراير، علشان يعني انا بشوف مثلا ناس بيعينوا هدوم بقى، هدوم كتير تحت السراير، البطاطين، يعني مثلا لو هيخزنوا شتوي هيخزنوا صيفي بيعينوا تحت السراير، كلام من ده يعني. بس انا مش عارفه ايه المغزى ان انا اعينها فوق الدولاب وما اعينهاش تحت السرير. انا بحب فوق الدولاب، مع ان تحت السرير احسن والدنيا تبقى ملمومه اكتر، بس مش عارفه ليه بحط فوق الدولاب برضه. المهم بقى يا بنات، هنا انا كنت شددت ورا السرير وعملت ورا الاول قبل ما اعمل جوه، لان من ورا السرير يعني احيانا حاجات برضو بتقع من ورا كده، من عند جدار السرير من ورا، في برضو حاجات بتقع، ده غير طبعا التراب بقى اللي بيتلم كتير بقى زي تحت السرير كده بالظبط. فكان لازم اعمل ورا السرير الاول قبل ما اعمل تحت السرير. تمام. اولا بس حابه اشكركم ان الشجره عجبتكم، وكمان الناس اللي اشتركت جديده في القناه نورتوني والله. ايوه كده جدعانوا معايا عشان نبقى عيله كبيره كده ونبقى اصحاب. المهم بس ما تنسوش تحطوا اللايك، عشان في يعني بلاقي ان ممكن مثلا الفيديو يجيب مشاهدات عاليه واللايكات بالنسبه له قليله جدا. فبعد اذنكم ما تنسوش بس تحطوا لايك وانتوا تتفرجوا على الفيديو، بفكرك انك تنزلوا تحطوا لي لايك للفيديو وتكملوا بقى معايا الفيديو. المهم بقى يا بنات، هنا بعد ما خلصت تحت السرير طبعا بتسيبيه ينشف تماما، يعني تحت السرير ينشف خالص. بعد كده ترجعي تحطي تاني المرتبه عليه علشان ما يبقاش تحت السرير ريحته مش كويس. فبحط بقى بسيبه ينشف، وبعد كده بحط بقى المرتبه وبحط عليها شويه برفان كده. بعد كده بقى احط عليها الكفر. هنا انا كنت عملت بقى السرير التاني، انا كنت خلصت الاولاني ورحت على التاني برضو، عملت تحته وعملت ورا السرير وكمان عملت ورا التسريحه. ودلوقتي بقى يا بنات انا عملت الشезлونج اللي كان هنا، دخلت اوضه النوم زي ما قلت لكم، وكمان كان في كرسي هنا وكرسي هنا، نقلتهم هنا مكان الكنبه اللي كانت تحت الشباك، علشان دلوقتي هجيب اسمه ايه، الديفريزر، هحطه هنا. مسحت مكانه اهو، مكان اللي هيتحط فيه. تمام. والمكان بقى اللي هيبقى فيه الديفريزر بره هحط مكان الشجره اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات. تعالوا بقى اما ننقل الديفريزر مع بعض ونشوف هنعمل ايه بعد كده. الحمد لله يا بنات، حطيناه. كنت مرعوبة وجوزي بيشده، كنت خايفة اوي ان هو يجرى له حاجة، بس الحمد لله ما الدنيا تمام يعني. بس مش هشغله بقى دلوقتي، حابة كده لحد ما يهدى لان لسه نقلاه، لسه منقول يعني، وعشان دلوقتي هو لسه منقول فمش هشغل مش هحط الفيشه دلوقتي، حابه كده وهرجع احط الفيشه. تمام. وده بقى كان مكان الديفريزر، نضفته بقى وشلت الالوان دي كلها. بصوا بقى يا بنات، دلوقتي انا نقلت الديفريزر جوه زي ما وريتكم دلوقتي. والمفروض ان انا كنت هحط الشجره ديت هنا، ماشي، بس هي طلعت قصيره ما طلعت طويله زي ما انا كنت فاكره. فقالوا لي ان هنا في البيت يعني، قالوا لي ان كده احسن، فاسيبها كده ان الشجره تبقى ما بين الاوضتين هنا، والديسبنسر بتاع الميه هو اللي جنب ترابيزه الشاشه. معلش بس الكركبه ديت تنظيفات العيب بقى وكده، ان شاء الله كل ده هيتشال وهنفرش بقى الترابيزه يعني بحاجات حلوه.
ماشي، ولا انقل الديسبنسر هنا واجيب الشجرة هنا؟ ثواني هوريكم. اهو كده يا بنات، رجعت الديسبنسر مكانه، واصلا مكانه هنا، الشجرة حطيتها هنا. فقولوا لي بقى، اسيبها هنا جنب ترابيزة الشاشة ولا ارجعها زي ما قلت لكم في المرة الاولانية؟ قولوا لي انه احسن، يا ريت تقولوا لي عشان انا بجد يا ريت تقولوا لي عشان انا محتاره، لان انا زعلت جدا ان انا لقيتها قصيره. انا كنت مفكراها اطول من كده، بس هي طلعت كده ومش هتنفع ترجع للاسف، لان جايباها بقالي كام يوم. فمش عارفه بقى اسيبها هنا ولا احطها يعني زي ما بقول لكم. فقولوا لي كده رايكم، واكتبوا لي احطها في انهي مكان انه احسن يعني، هنا ولا هنا. بعد كده بقى دخلت بقى على اوضه الصالون كده، كانوا الكرسيين متبهدلين جدا، لان الكرسيين ملهمش كفر، يعني مش زي الكنبتين الكبار الكفر بتاعهم بيتشال وبيتغسل. دول لا، دول منهم يعني كرسي منه فيه كده، فكان لازم اغسله بقى. جبت بقى شويه ميه دافيين كده، عليهم مسحوق غسيل، اي مسحوق غسيل انت بتستخدميه، عليهم شويه كلوركس الوان، وشويه كربونات الصوديوم يعني. بسبونشة ناعمة كده بقى، بس مش هنعمل بالناحية الناعمة، نعمل بالناحية الخشنة. ما تستخدميش سبونشة من اللي هما اللي بيبقى فيهم حتت سلك كده، لا هيبوظ الكرسي. استخدمي الاسفنجة اللي زي ديت كده، بس بالحتة الخشنة اللي فيها. والحته بقى اللي مش نضيفه عندك، اقعدي بقى دعكيها قوي كده بالسبونشه. بس قبل ما تعملي بالسبونشه، تنفضي الكرسي كويس الاول. انا نفضته، بس مش عارفه ليه الفيديو باين ما كانش بيصور. لازم تنفضي الاول عشان التراب يطلع، لو عليه تراب يعني، عشان ما يعملش اتساخ يعني. فتنفضي الكرسي كويس، وبعد كده تعملي زي ما انا عملت كده. بس وبعدين بقى يا بنات، بعد ما تغسلوا بس تكوا بقى على البقعه جامد بحيث انها تطلع يعني. بعدين بقى طبعا احنا عايزين بقى نشيل الصابون ده، هنعمل ايه؟ بقماشة مبلولة مية، بقماشة بقى كده يا بنات مبلولة مية، عشان نمشي بقماشة بقى كده يا بنات مبلولة مية، هنمشي بقى على الحتت اللي احنا غسلناها كلها، بحيث ان احنا نشطفها من الصابون اللي احنا كنا غسلينه بيها يعني. بس كده، وسيبوه بقى ينشف. ان انا فتحت الشباك وسبته بقى لحد ما نشف خالص، لحد الصبح. وقمت بقى لقيته بقى نشف وبقى زي الفل والله. هنا كان بادئ لسه ينشف يعني. تمام. جربوا كده الوصفه اللي قلت لكم عليها دي في غسيل اي حاجه في الركن عندكم او في الكراسي، وان شاء الله باذن الله البقعه هتنضف. شايفين بقى الحتت اللي هي اللي عامله شبه النغزه اللي هي في الكراسي دي بقى، دي كلها مشيت برضو بيها، بس بالقماشه المبلوله بقى مش بالاسبونج. مشيت بقى كده بالقماشه المبلوله بعد ما نفضته طبعا، بحيث لو فيها برضو اي ترابيه كده تطلع معايا. ويبقى انا كده الحمد لله وقفت اوضه الصالون ديت على المسح بقى يوم الوقفه، وفرش السجاد بقى وخلاص. المهم بقى كده يا بنات، دخلت اعمل غدا. كانت حماتي كانت جايالي قبلها بيوم وجايبالي معاها سمك مكرونه، فقلت بقى اما اعمله. المهم بقى كده كان قبلها بيوم لما جابته كنت انا وقفت ونضفته، وسبته بقى في التلاجة متنضف بقى. ما كنتش عارفه ان انا هعمله يعني بعدها بيوم، بس لازم طبعا كان يتعمل يتنضف. المهم، وبصراحه صحيت من النوم كمان، حابه اشكرها جدا والله، ربنا يخليها يا رب. صحيت من النوم لقيتها مشطبه لي المطبخ وغسله المواعين. كان في بصراحه مواعين كتير قوي، المفروض كنت اغسلها بالليل، بس كنت تعبت بقى من اللي انا عملته في الشقه وكده، ما عملتش المطبخ. فقلت مش مشكله، تاني يوم ابقى اعمله. لقيتها بصراحة هي بتقوم بدري يعني، لقيتها قامت وغسلت المواعين وشطبت المطبخ، فبجد والله تسلم ايديها. المهم بقى يا بنات، هنا عملت بقى تبلت السمك بالدقة، بس الدقة كانت عايزة شوية ملح وكانت محتاجة ليمون. المهم بقى تبلتهم كده وحطيتهم يتقلوا في الزيت. عرفونا بقى يا بنات عملت ايه في الشقة، وقفتوا لحد فين، وخلصتوا ولا لسه؟ في ناس فرشت بصراحة بشوفها يعني، عارفة ناس خلصت شقتها وفرشت ما شاء الله. فقولي لي بقى، انت خلصتوا شقتكم ولا لسه؟ يعني وقفتوها بقى كده على مسحة ليلة العيد وخلاص، ولا لسه بتعملوا بقى حاجات؟ انا الحمد لله يعتبر بقى خلصت، ما بقاليش بس غير ان انا اغسل سيراميك اللي هو فوق البوتاجاز، وده ان شاء الله هعمله معاكم برضو. نشطب بقى المطبخ خالص في بتاع الغدا بتاع النهارده. هنشطب بقى المطبخ خالص، ونغسل بقى السيراميك اللي بقولكم عليه ده. والحمد لله بقى كده احنا خلصنا، واقفين بقى على مسحة ليلة العيد وخلاص. وبعد الغدا بقى كده يا بنات، عملت كوبايه شاي، سمك يعني شاي.
وبس يا بنات، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناه لو مانتش مشتركه، واشتركي بقى في القناه لو مانتش مشتركه عشان تشوفي فرش العيد معايا باذن الله. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير على خير. باي باي.